السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هعمل معاكم جلاش بالجبنة، وهيبقى خفيف مش تقيل على المعدة، وأنا عامله له تشريبة جميلة جدا. خليكي معايا واتفرجي على الفيديو. وحاطة ومزوقاه بحبة البركة، أو ممكن تزوقاه بسمسم، بس حبة البركة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا بيها إن هي بتشفي من أي داء، وما عدا اللي هو الموت. يعني لو اي حد بياخدها بنية ان هو يشفيه من اي مرض، بتاخديها كده بتغليها في مية وتشربيها، تشرب المية بتاعتها، ربنا يشفيك ان شاء الله. هنا زي ما انتوا شايفين الجلاش مورق وجميل بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل معاكم النهارده جلاش حادق. ده عباره عن 500 جرام، نص كيلو. هنا كوبايه لبن، 2 فلفل احمر و2 فلفل اخضر حسب الحجم. هنا ربطة بقدونس، كوبايه جبنه موتزاريلا، كوبايه جبنه رومي مبشوره، كوبايه شيدر، معلقه زعتر كبيره. هنا زيتون اخضر، انا بابا حطاه في ميه سخنه، جايباه زيتون اخضر مخلي، حطيته في ميه سخنه عشان الملح اللي فيه يخف شويه، ما يبقاش حادق قوي. وهنا حوالي معلقتين حبه البركه ازوق بيها بردك. هنا بيكنج باودر اسفه نص معلقه من معلقه الشاي. وهنا بيضتين، ربع كوبايه زيت على سمنه، حوالي معلقتين، لو هتحط سمنه بس معلقتين سمنه مليانين، معلقه دقيق هنا من معلقه الاكل، وهنا بقدونس للتزويق. هنا هحط كوبايه اللبن في طبق، هحط معلقه الدقيق، هقلبها كويس، معلقه البيكنج باودر، لو تحط بيض احمر حط بيضه واحده. هقلبها كويس لحد البيض ما يتجانس مع اللبن، ما يبقاش فيه خيوط خالص. هنا كده خلاص، انا كده قلبت البيض كويس. هحط الزيت والسمنه زي ما انا قلت لكم، معلقتين كبار. ده صوص التشريبه اللي انا هشرب بيه الجلاش، مش هيبقى تقيل على المعده، لان طبعا حاطين جبن، فالجبن اصلا فيها دسم. احطها كده على جنب. دي كده لفه الجلاشه اهيت نص كيلو. انا جبت الصينيه هنا كده اهيت واقيس عليها، وهقطع الزياده ديت احطها في النص. هعلم كده بس عشان اعرف اقطع مظبوط. دول على جنب اهمت، حطهم في النص زي ما انا قلت لكم. هنا زي ما انتم شايفين اهيت البيكنج باودر خلى الزبده مع اللبن فرط شويه. اقلبها كويس. هنا كان في مقطع بس اتمسح مني، ان انا حطيت سمنه ودهنت الصينيه بالفرش السيليكون، وبعد كده حطيت ورقه جلاش من غير ما احط التشريبه بتاعه البيض واللبن، وبعد كده حطيت التشريبه، وبعد كده حطيت الورقه التانية. طبعا بقسم نص ورقه الجلاش، النص فوق والنص تحت، والقطعه الصغيره اللي هي قطعتها دي عشان تبقى مقاس الصينيه دي بحطها في النص زي ما انتم شايفين اهيت، بفردها واحطها في النص، وبرضك بشربها بالتشريبه. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسينيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس، فضلا وليس امرا. وشكرا على التعليقات اللي انتوا بتعلقوها لي، ربنا يبارك لكم يا رب، زي ما بتفرحوني. وشكرا على اللي بيشاركوا لي الفيديوهات بتاعتي، ان كان على اليوتيوب او على الفيس، الف شكر. واللي بيعمل لي لايك الف شكر ليه. هنا كده زي ما انتوا شايفين انا بحط ورق الجلاش كله، اللي هو القطع الصغيره اللي انا كنت مقطعاها عشان قد الصينيه. ممكن تعملي الجلاش زي ما انا عاملاه في صينيه كده وتقطعيه مربعات. ممكن تعمليه زي البوريك باللحمه اللي هنزله لكم الفيديو القادم باذن الله. هنا كده انا بحط القطع اللي هي الصغيره المتقطعه، حتى لو اي حاجه متقطعه صغيره، حتى لو معاكي جلاش متقطع خالص هتقدري تعملي الصينيه دي، تبقى جميله جدا. هنا كده انا حطيت نص لفه الجلاش في الارضيه، وحطيت عليها الجبنه الرومي المبشوره، وبعد كده حطيت عليها الجبنه الشيدر.
بص حسب الامكانيات، لو عندك ممكن، انا كنت بعملها ساعات بجبنه قريش وجبنه دوبل وجبنه موتزاريلا فقط. الحاجه المتاحه عندك اعمليها بيها. هنا انا كده حطيت فلفل اخضر واحمر. انا كان عندي ما عنديش فلفل اصفر، فحطيت احمر واخضر بس، والاحمر والاحمر ده بلدي مش افرنجي. وهنا الزيتون ده كنت انا طبعا نقعاه في ميه سخنه زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، عشان لو بعمله للبيتزا او لكلاش ما بحبش يبقى حادق قوي. فالميه السخنه بتنقع فيها ربع ساعه، بيشيل حدوقته شويه. فطبعا مع الجبن، ولو انت حاطه جبنه دوبلي كمان بتحدق. هنا كده انا حطيت رشه بقدونس، وحطيت الجبنه الموتزاريلا اخر حاجه. وبعد كده بحط ورقه جلاش. هنا قدامكم حتى الورقه مقطوعه اهيت عادي، فيها بالتشريبه كويس. ويحط التشريبه زياده عادي، ما تخافيش منها. هنا زي ما انتم شايفين اهوت بحط الورقه التانية برضك. وهنا كده انا خلصت خالص. بقطع الصينيه في الاول نصين، وبعد كده النصين اقطعها لتلاتة وحسب الحجم اللي انت عاوزاه. وبعد كده بقطعها تاني بالطول النصين برضك، واقوم مقطعاها قطعتين. عاوزة تقطع الصينية برضك اكبر من كده، عاوزة تقطعها يبقى الصينية مثلا بالعرض تبقى 3 قطع بس زي ما انت عاوزة. هنا كده التشريبة دي انا بحطها على الصينية بعد ما خلصتها كلها، قبل ما ادخلها الفرن، واسيبها لمدة نص ساعة. قبل ما تدخلها الفرن سيبها نص ساعة بره، لحد ما التشريبة بتاعتها تشربها وتبقى طرية معاكي. وهنا كده انا بحط حبة البركة بزوقها بيها. ممكن حبة البركة، ممكن سمسم، اي حاجة اولادك بيحبوها. وانا قلت لكم في اول الفيديو ان حبة البركة مفيدة جدا، والرسول عليه افضل الصلاة والسلام موصينا ناكلها. فانا بحب احطها لاولادي في الاكل. وايام ما كان عندي كورونا، صاحبتي ربنا يبارك لها كانت نصحتني ان انا اشربها طول ما انا عندي كورونا. الحمد لله كانت بتخففني من الكحة، والحمد لله نشفت منها. الجلاش بتسويها على درجة حرارة 180، وكنا مسخنة الفرن قبلها ب10 دقايق. وطبعا بنبقى مقطعينه الجلاش قبل ما ندخله. ولو لقيت الارضيه بتاعته احمرت من الجنوب ومن الارضيه، والوش بتاع الجلاش لسه محمرش، ولا عليه الشوايه، وخلي بالك ولفيها عشان ما تتحرقش منك. وبعد ما بتطلع طبعا من الفرن بتقطعي تاني بالسكينه مطرح ما انت مقطعاها في الاول. انا زي ما انتوا شايفين اهوت انا حاططها في طبق التقديم. كده انا قطعت صينيه الجلاش وحطيتها في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين، شكلها جميل جدا وتفتح النفس، وحاجه خفيفه والاطفال كلها بتحبها وتغيير. ولو ممكن تبدلي بردك بدل الجبنه لحمه مفرومه بنفس التشريبه اللي انا عاملاها ديت. هنا كده انا بوريكم الجلاش. الجبنه الموتزاريلا عامله مطه اهيت حلوه، بس كانت الجلاش كان برد، يعني كان عاوز يبقى هو سخن لسه اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.